بيبدأ فيلمنا النهاردة مع الطفل الجميل ده واسمه بيت، وكان في العربية مع عيلته وكانوا ماشيين مع بعض علشان طالعين رحلة للغابة. بس أثناء ما هما ماشيين بيظهر فجأة قدام العربية غزالة، وأبو بيت بيحاول يتفاداها بس مش بيعرف والعربية بتتقلب بيهم. بس المشكلة إن أبو بيت بيموت وأمه كمان بتموت، بس هو بيخرج سليم من العربية. وبعد شوية بيبدأ يسمع أصوات ذئاب من كل مكان، فبياخد شنطته وبيبدأ يجري في الغابة وهو مرعوب جدا. بس الذئاب بتكتر من حواليه في كل مكان وبيبدأوا يقربوا منه وكانوا خلاص هيهجموا عليه. بس فجأة الذئاب دي بتخاف من حاجة وبيسيبوا بيته وبيطلعوا يجروا بعيد. وبعدها بيظهر تنين ضخم لونه أخضر، وبنعرف إن الذئاب كانوا خايفين منه، حتى بيت كان خايف منه جدا. بس ساعتها التنين قرب منه وزقله الشنطة بتاعته كأنه بيطمنه. بعدها بيطلع بيت على إيده والتنين بياخده بيطير في السماء. وبعد مرور 6 سنين بنشوف واحد اسمه السيد ميتشم، وكان في الوقت ده مجمع حواليه شوية أطفال وبيحكي لهم إن هو الشخص الوحيد اللي قابل تنين في الغابة، وبيعرفهم إن لونه أخضر بالكامل ما عدا عينيه، وبيعرفهم إنه أول مرة يظهر له زمان طلع البندقية بتاعته بس التنين رماها منه لبعيد، وساعتها هرب منه لأن كان حجمه كبير جدا. وأثناء كلامه مع الأطفال بتدخل عليه بنته جريس وبتقول له يا بابا مش هتبطل تخوف الأطفال بقى؟ أنا بقالي فترة كبيرة جدا شغالة في الغابة وبروح لها كل يوم ومش بقابل التنين ده خالص. وبنته جريس بتمشي من المكان علشان تروح لشغلها في الغابة، وفي نفس الوقت ده بنشوف أرنب بيجري، وكان بيت بيجري وراه علشان يصطاده وبيقدر يمسكه فعلا. بس بيظهر دب ضخم جدا ورا بيت، بيقوم بيت وبيصرخ بصوت عالي فيه، وهنا الدب بياخد بعضه وبيمشي بس علشان التنين كان ورا بيت. وبنعرف ان بيت طول السنين اللي فاتت دي وهو عايش مع التنين وبقوا اصدقاء وبيحبوا بعض جدا وبيفضلوا يلعبوا مع بعض. وبنعرف ان بيت سمى التنين باسم إليوت. وبنعرف كمان ان التنين عنده قوة الاختفاء وبيقدر يغير لونه، وبيكملوا لعب مع بعض وبنلاحظ انهم متفاهمين جدا. وبعد شوية بيرجعوا المكان اللي كانوا عايشين فيه، بس بيتفاجئ بيت وإليوت أول ما بيشوفها بيختفي فجأة لأنه عارف إن البشر دايما بيحاولوا يأذوه. وبيفضل بيت مركز مع جريس وبيقلد حركاتها، وده لأنه أول مرة يشوف إنسان من ساعة وفاة أمه وأبوه. وبيروح يسرق السلسلة بتاعتها اللي فيها البوصلة من غير ما تاخد بالها، بس جريس بتسمع صوت وراها بيتحرك وبتفضل تبص حواليها علشان تشوف الصوت ده جاي منين، لحد ما بيوصل زمايلها في الشغل وبيقولوا لها إنه لقى الحفار. فبترجع جريس معاها وبتاخد مفاتيح الحفار وبترميها لبعيد. وبنعرف ان الحفار ده بتاع خطيبها جاك، وهي ما كانتش موافقه على قطع الاشجار اللي بيعملوه في الغابه. وبعد ما بتمشي بيروح بيته وبياخد المفاتيح بتاعه الحفار، وإليوت كان هيدمره وهو بيشوفه. وبيته بيشوف صوره لجريس وهي صغيره في البوصله اللي خدها منها. ولما بيجي الليل بيرجع بيته وإليوت للكهف اللي بيناموا فيه وبيحاول يفتكر ذكرياته زمان مع امه وبيقرا في القصص اللي كانت معاه وقت الحادثه. لما بيجي تاني يوم بيصحى بيت على صوت جاي من الغابه وبيشوف الاشجار وهي بتتقطع، فبيجري بيت يشوف ايه اللي بيحصل. وهنا بيلاقي مجموعه كبيره من العمال وهم بيقطعوا الاشجار اللي حواليهم. وكان الشخص المسؤول عن العمال دول اسمه كافن اخو جاك خطيب جريس. وجريس كانت متضايقه منهم جدا بسبب قطع الاشجار اللي موجوده دي. واثناء ما بيت بيتفرج على العمال بيتفاجئ ببنت اسمها ناتاليا اللي اول ما بتشوف بيت بتجري وراه، بس بيت بيهرب منها وبيطلع على شجرة عالية، بس ناتاليا بتطلع وراه برضه. واثناء ما هي طالعة بتفقد توازنها وكانت هتقع من على الشجرة، وبيت بيحاول ينقذها بس الغصن وقع بيهم هما الاتنين. بس بيقدر في النهاية ينقذها وبتنزل على الارض بخير. وبينزل بيت وراها وبيمسك شعرها، وكان مستغرب شكلها جدا وبتسأله عن اسمه وعنده كام سنة، فقال لها انه اسمه بيت وعنده 5 سنين. بس ناتاليا قالت له انت اكيد مش عندك 5 سنين لان شكلك اكبر من كده بكتير. في اللحظه دي بيوصل جاك وجريس وباقي العمال لانهم سمعوا صوت صراخ ناتاليا وكانوا مفكرينها في خطر، بس هي طمنتهم ان هي بخير وكانت جايه ورا الولد ده وبتشاور على بيت. فبيصطدموا كلهم اول ما بيشوفوه بسبب شكله الغريب. وجريس بتقرب منه بهدوء علشان ما يخافش، بس بتلاحظ انه لابس البوصله بتاعتها وبتساله جابها منين. فبيت بيخاف
بيخاف منها وبيطلع يجري، بس بيقدر جافن انه يمسكه وبيوقعه على الارض وبيغمى عليه. نفس الوقت ده بيصحى اليوت وبيتفاجئ ان بيت مش موجود، وبيبدأ يدور عليه في كل مكان. فبيعمل اليوت الصوت اللي بينادي عليه بيت، بس محدش بيرد عليه، وجافن بيسمع صوته وهو ماشي، بس مش بيبقى عارف الصوت ده بتاع ايه. بيستمر اليوت في التدوير على بيت لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه العمال. بيوقع على العمال شجرة من غير ما يقصد، فبيهرب من المكان فورا، والعمال كانوا مستغربين من اللي عمل كده. بس جافن بياخد بندقيته وبيقول لهم يلا علشان نصطاد. بعد شوية بيفوق بيت وبيلاقي نفسه في المستشفى لابس هدوم كانت بالنسبة له غريبة جدا، وبيشوف كمان بالونة بس بيخاف منها لانه مش عارف ايه الحاجة الغريبة دي. وفي نفس الوقت جريس كانت واقفة مع الدكتورة والشرطة اللي كانت موجودة. الدكتورة طمنتها عليه وبتعرفها ان حالته كويسة، بس جريس كانت مستغربة من سبب وجوده في الغابة. بس الشرطي خمن انه ممكن كان مع اهله في رحلة في الغابة بس تاه منهم. بيت اول ما بيشوفهم بيروح بسرعة للشباك وبيحاول يهرب من المستشفى، واول ما ناتاليا بتفتح الباب علشان تدخل مش بتلاقيه. اما بيت كان بيجري في الشارع وهو مش عارف هو فين، وكان عمال ينده على اليوت علشان يجي وينقذه، بس طبعا كان في مكان بعيد جدا عن الغابة. واثناء ما هو بيجري بيتشعلق في الاتوبيس بتاع المدرسة، بس بيلاقي عربيات الشرطة بتطارده، فبينط من على الاتوبيس وبيكمل جري في الشارع لحد ما بيحاصروه في مكان. بيت مش بيقدر يهرب منهم، وجريس والضابط بيوصلوا له، بس برضه بيت بيحاول يهرب منهم، بس جريس بتمسكه وبتهديه، وهو من خوفه بيفضل يقوي زي الذئاب. جريس وكل اللي موجودين كانوا مصدومين من التصرفات بتاعته. في نفس الوقت جافن والعمال كانوا بيدوروا على الكائن الغريب اللي وقع الشجرة، واليوت كان موجود جنبهم في نفس الوقت، بس كان متخفي ومحدش منهم بيشوفه. واثناء ما هما بيدوروا بيتفاجئوا باثار اقدام شيء ضخم موجود على الارض. وهنا بيعرف جافن انه مش بيدور على حيوان عادي، اكيد حيوان ضخم جدا. وفي نفس الوقت جريس اتفقت مع ضابط الشرطة انها تاخد بيت معاها، وعلى الاقل هيتعامل مع ناتاليا في نفس سنه علشان يبقى مطمن اكتر، وبتاخده معاها في العربية وبيتحركوا في طريقهم لبيت جريس. بس بيت كان خايف جدا، واول ما بيوصلوا للبيت بيجري مرة تانية وبيحاول يهرب، بس جريس بتمسكه وبتحاول تهديه وبتفهمه انه هو يدخل معاها البيت ويبات معاهم لحد الصبح، وتاني يوم هتاخده وترجعه للغابة مرة تانية. هنا بيت بيسألها عن اليوت، وجريس بتستغرب عن مين اليوت ده، بس قبل ما يرد عليها بيخرج جاك من البيت وبينده على جريس. بتدخل تتكلم معاه وبتعرفه ان بيت هيفضل معاهم لحد ما يعرفوا هو مين وفين اهله. وفي نفس الوقت بيوصل جافن والعمال معاه للكهف اللي اليوت وبيت بيناموا فيه، وكان اليوت ماشي وراهم من بعيد. اول ما بيدخل بيشوف الكتاب بتاع بيت وبيعرفوا ان بيت كان عايش في الكهف ده، بس اول ما جافن بيخرج بالكتاب بيتعصب اليوت جدا وبيهجم عليهم علشان يرجعوا القصة بتاعته. بس العمال اول ما شافوا الكائن الغريب ده والعملاق جريوا كلهم من المكان، وبيوصل اليوت وهم كانوا مرعوبين جدا. وهنا جافن من كتر خوفهم مسك البندقية بتاعته، بس اليوت اخدها منه وبوظها له ودمرها، وبيعطس فيهم وبيطلع يجري هو والعمال وهم مرعوبين. بس اليوت طار وراهم علشان يراقبهم، وهم ما كانوش واخدين بالهم منه. وفي نفس الوقت بيت كان مع ناتاليا وبتحاول تفهمه ازاي ياكل، وبتعرفه الحاجات الطبيعية اللي اي طفل في سنه المفروض يكون عارفها. وفي الوقت ده بيوصل اتصال لجريس من ضابط الشرطة، وبيعرفها انه عرف قصة بيت، وقال لها انه للأسف اهله عملوا حادثة من سنين، بس وقتها ما كانوش لاقيين بيت وكانوا مفكرينه مات. وبنرجع لإليوت اللي كان لسه بيطارد جافن والعمال لحد ما بيوصل للمدينة، وكان طول الطريق لسه بيدور على بيت
اما بيت كان لسه مع ناتاليا، وكان رسم صورة لإليوت بتدخل عليهم جريس للأوضة وبتطلب منها تخرج علشان عاوزة تتكلم مع بيت شوية. وساعتها جريس بتسأل وصل للغابة زمان ازاي، فعرفها انه كان مع اهله في مغامرة للغابة، ودي كانت اخر حاجة سمعها من ابوه، وكان متأثر جدا وهو بيتكلم معاها. وهنا جريس حاولت تواسيه، وفي نفس الوقت بيوصل لبيت جاك علشان يبلغه باللي شافه في الغابة، وإليوت بيوصل في الجنينة بتاعتهم علشان يوصل لبيت. ولما بيحكي جافن لجاك عن التنين وبيقول له ان كلام السيد منشم اللي بيحكيه للأطفال طلع صح، وفي نفس الوقت بتسمعهم جريس وبتعرف ان كلام بيت حقيقي والتنين موجود فعلا. وبعد شوية بيتجمع جاك بكل اللي موجودين وبيبدأ يحكي لهم قصة. في الوقت ده بيوصل إليوت للبيت وبيشوف بيت وهو قاعد معاهم وكان مبسوط جدا، فبيحزن إليوت وبيقرر انه يسيب بيت مع عيلته الجديدة وبيمشي وبيرجع للغابة مرة تانية وهو حزين. وبعد شوية بتروح جريس لبيت أبوها وبتدور على أي رسمة للتنين اللي كان دايما بيحكي عليه، وبيوصل أبوها وبتحكي له عن بيت، بس هو قال لها إنه مستحيل اللي يقعد في الغابة للمدة دي كلها. ساعتها وريت له الرسمة اللي رسمها وقالت له إن بيتي كان عايش مع الكائن ده، وأول ما شافها استغرب جدا. وراها رسمة كان رسمها زمان لنفس التنين. سألته جريس عن اللي حصل زمان لما شافه، فحكى لها انه كان بيصطاد في الغابة في مرة والشمس كانت ساطعة جدا، بس فجأة ضوء الشمس اختفى واول ما بص لفوق شاف التنين. ساعتها هو خاف ومسك بندقيته بس ما قدرش يضربه وما كانش عارف السبب اللي منعه، وفضلوا باصين لبعض مدة طويلة وفجأة اختفى التنين من قدامه في الغابة. ولما بيجي تاني يوم جريس بتاخد بيت وبيتحركوا بالعربية علشان توديه لدار الرعاية اللي الشرطة قالت لها عليه، بس بتغير رأيها وبتقرر انها ترجع بيت للغابة مرة تانية، وبتروح تاخد ابوها معاهم وبيوصلوا للغابة وبيدخل بيت للكهف. وبعدها بيخرج هو وإليوت وناتاليا وجريس وحتى السيد ماتشم كانوا مذهولين من اللي شايفينه لانهم اول مرة يشوفوا تنين. في الوقت ده بيوصل جافن ومعاه مجموعة من الصيادين وبدأوا يضربوا طلقات مخدرة على إليوت وبيبدأوا يربطوه بالحبال، وإليوت كان متضايق منهم جدا وعمال يقاومهم بكل الطرق وبيقدر فعلا يهرب وبيطير لفوق، بس مفعول المخدر بيشتغل وبيبدأ إليوت يفقد الوعي وبيقع على الأرض مرة تانية. وبيت وجريس كانوا زعلانين جدا على إليوت، وفي نفس الوقت بيوصل جاك وبيسأل أخوه عن اللي بيحصل، بيقول له إن في تنين وهو اصطاده، وبياخده بعد كده على عربية كبيرة وبيروحوا يحبسوه في مخزن. وبيت كان حزين جدا على اللي بيحصل لإليوت وكان مفكر إن كريس هي السبب في كل اللي حصل ده. بعد شوية بتوصل الشرطة للمكان لأن جاك كلمهم وطلب منهم يوصلوا بسرعة، بس جافن قال لهم إن الشيء اللي جوه ده أنا اللي اصطادته، بس الضابط بيقرر إنه يدخل يشوف الحاجة اللي هو اصطادها. بس ساعتها بيتسلل بيت وناتاليا للمخزن وبيروح بيت يطمن على إليوت، وناتاليا بتقفل عليهم الباب من جوه وبيبدأوا الاتنين يفكوا السلاسل اللي على إليوت، وكل اللي بره كانوا بيحاولوا يدخلوا. أول ما بيدخلوا مش بيلاقوا حاجة وبيعرفوا إن التنين هرب من المكان على طول، بس في نفس الوقت كان إليوت لسه موجود بس كان متخفي، بس هما كانوا مستخبيين في العربية. فبتخرج وبتقفل عليهم الباب وبتروح تبلغ جاك إن التنين لسه جوه، وبيقرروا إن هما يساعدوهم، وبيدور السيد ميتشيم هو العربية وبياخدهم وبياخد إليوت وبيكسروا المخزن وبيهربوا من المكان فورا. وهنا الشرطة بتتفاجئ لما بيعرفوا إن في تنين بجد، بس جافن بياخد العربية وبتطلع عربيات الشرطة كلهم وبيطاردوهم على الطريق. وإليوت كان لسه بيحاول يطير بس برضه مش بيقدر، والمشكلة إن سلك الفرامل بتاع الشاحنة بيتقطع بسبب وزن إليوت التقيل، وجافن بيطاردهم بسرعة كبيرة، بس السيد ميتشين مش بيعرف يوقف الشاحنة بسبب الفرامل وبيخبط في عربية جافن. وإليوت أول ما بيشوف العربيات كلها بتطاردهم بيتعصب جدا وبيطير يقف على الجسر وبيبدأ يخرج النار من بقه علشان يدمر الجسر ومحدش يقدر يوصل لهم.
بيهم، وهنا بيحاولوا يوقفوا إليوت عن اللي بيعمله، بس إليوت ما كانش سامعهم نهائي. بس بيوصل بيت لإليوت وبيهديه، وهنا بيدخل بسرعة وبيلحق العربية بتاعت جاك وبينقذهم. بس المشكلة ان الجسر بالكامل بيتدمر وبيقعوا كلهم من عليه، وهنا بيقف السيد ميتشيم وناتاليا وهم مصدومين، بس بيتفاجئوا لما بيشوفوا إليوت وهو طاير من تحت، وجاك وجريس كانوا فوقيه. وبيقف إليوت وبينزلهم من على ظهره وبيجري عليه بيت وبيحضنه، وبعدها بياخده على ظهره وبيطير لبعيد. وبيرجعوا مرة تانية للبيت بتاعهم، بس البيت كان متدمر. وهنا بيت بيقول لإليوت إنهم هيرجعوا ويدوروا عليه مرة تانية لحد ما يلاقوهم، بس إليوت حاول يتخفى ويوصل لبيت إنهم ممكن يستخبوا منهم، بس بيفهموا إن هو مش هيقدر يتخفى. وهنا بيدي إليوت القصة بتاعته لبيت اللي كانت معاه من زمان، وبيشاور له على صورة الكلب اللي في القصة، وهي ان الكلب لقى أسرة مناسبة يعيش معاها. وهنا كان قصده ان بيت يرجع مرة تانية لجريس ويكمل معاهم حياته، وبيحضنوا بيت وهو زعلان لانه هيسيبه، وبيودعوا بعض هما الاتنين. وبعديها بيرجع بيت لجريس مرة تانية، وبتفرح جريس جدا لما بتشوفه تاني. وبعد فترة بيرجع بيت مرة تانية علشان يطمن على إليوت، وكان معاه أسرته الجديدة. وبيلاقي إليوت كمان هو عنده أسرة، رغم إن كل واحد منهم كان موجود في مكان، إلا إن هم هيفضلوا طول عمرهم أصدقاء.